يا شباب، مساء الخير. كيفكم؟ لعلكم طيبين، صحتكم وعافيتكم. أتمنى أنكم كلكم تكونوا بخير وما في عوجة بس. طيب يا جماعة، نواصل في سلسلة حلقاتنا عن المصفوفات في لغة سي بلس بلس. طيب، آخر محاضرة كانت اتكلمنا فيها عن الفيكتورز، والليلة مفترض ندخل على اللي هو الدايمنشنال أري، لكن كان قلنا مفترض يكون في كود تشالنج. نحل المسألة كده ونمشي لقدام. طيب، المسألة الليلة تحدي كبير شديد. بيقول لي إنه print the names with their first letter. يعني أي اسم أتبعه وأتبع قبله شنو، اللي هو بسموه شنو يا أخي، الحرف الأول منه. تمام. ام مصعب، اي علي، اي ادريس، ام مصطفى، اس سلمى، اي الاف، اس شيماء. كويس. فنتبع مفترض اول حرف من اي اسم، بعد ذاك نتبع الاسم اللي بعده. طيب، عشان نعمل الحاجه دي فهنا نجي نرتب خطواتنا. طيب، اول حاجه انا محتاج لشنو؟ محتاج لحاجه اسمها اللي هو letters. كويس. الليترز بتاعي string. كويس. letters. تمام معاك. الليترز نيجي نشوف ديل كم. ديل كانوا سبعة صح، إذا أنا محتاج لي سبعة حروف. كويس. أنا ممكن من هنا أنا أقول لهم ام، وأجي أقول اي، وأجي أقول اي وام واس واي واس. ما عايز الكلام ده. أنا عايز الحاجة دي تبقى بصورة ديناميكية عن طريق الفور لوب. أنا أقدر أتبع الأسماء دي وأقدر أتبع قبلها اللي هو الحرف الأول منه. فبجي بطوالي بقول له فور. تمام. بجي بشوف أول حاجة، ببدأ من الإندكس صفر صح. إذا انت بتساوي صفر. كويس. آه انت ندي variable I بتساوي صفر. طيب، اللي بعده هيكون I أقل من اللي هو سبعة. كويس. اللي بعده هيكون اللي هو I بلس بلس عشان يعمل أبديت كل ما ينتهي من الطباعة الأولية. طيب، هنا ده كان لحد هنا كتبنا الجملة بتاعنا صح. هنا بعد ده نعمل شنو؟ بعد ده يا عزيزي أنا بجي أقول له سي أوت. تمام. احنا لما نكون دايرين نتبع الاسماء ده كنا طوالي بنيجي نعمل شنو؟ بنيجي نعمل student اللي هو الليست. student list اللي هو شنو؟ اي. تمام. يلا الاي ده بيتبع لي الاسم اللي قدامك ده. ظابط معاك؟ طيب، انا هعمل حركة هنا عشان بس اوضح لك بيه. اذا كان انا عندي مثلا string name بيساوي مثلا خلينا نقول مصعب. كويس. لو انا عايز اتبع الاسم ده فبجي بقول له سي اوت name انت لاين صح. اذا جيت هنا حاولت اعضبه فهو بيتبع لي اللي هو الاسم مصعب صح. طيب، انا لو داير اصل لاول حرف بتاعه بعمله زيه زي الري. هنا اول حرف منه هاجي اعمل له اللي هو اندكس صفر، هيديني حرف الام. تمام. الاندكس صفر بيديني حرف الام. اذا نجي بنفس الاثنين يعني هجوا هنا بقول له اي. مجرد ما تطبع لي الاي هتبع لي معه شنو؟ الحرف اللي هو هتبع لي الحرف اللي قدامه ده. كويس. يلا ده بيديني الحرف اللي قدامه. قبل شويه كان عندي اللي هو الكولوم بتاع الهنا ده فبطبعه هنا. بعد ده تاني بيجي بقول له اللي هو student list. بعد ده انا عايز اتبع شنو؟ عايز اتبع الاسماء. بعد ده كده ممكن يا معلم اتبع لي الاسماء بتاعي من دون اي مشاكل. وكده هيجي اتبع لي اول اسم. مجرد ما يطبعه كده بيجي بيشيل منه الحرف الاول. الاسم والحرف بتاعه، الاسم والحرف الاول منه، الاسم والحرف الاول منه. وممكن بكل بساطة يتبع لي اللي هو الحروف ويتبع لي الاسماء. لو ما مصدقني لانه يعني عندنا ازمة ثقة نتبع الحرف الثاني من اي اسم. ولاحظ انه هيجيني يو اللي هو من اسمي انا. هنا هيجي يو يعني بيجي اول اسم. هيجي اول اسم يو واي وكده يعني عرفتها. فده كان الكود تشالنج انه انا اقدر اتبع الاسماء دي كلهم وفي نفس الوقت اتبعهم واتبع اللي هو الحروف الاوليه من اي اسم اخليه يكون قاعد قدام يعني. ده بقى الكود تشالنج بتاعنا الليله ببساطه. ونحن ننتقل بعد ده الى حاجه اسمها مالتي دايمنشنال اري. مالتي دايمنشنال اري يعني يكون عندي مصفوفتين. كويس. يكون عندي مصفوفة أو مش مصفوفتين عفوا. مالتي دايمنشنال اري يا شباب معناه أنا يكون عندي مصفوفة واحدة لكن ذو بعدين. كويس. ادوكم المصفوفات في سنة تالتة. ما تقول لي أنا أدبي يا زول، أنت أدبي ذاته أدوك مصفوفة. يعني لو أنت حاليا لسه أدبي برضه هيدوك مصفوفة يعني إذا كنت سنة تالتة بالتابعين يعني. انت تلقى عندك المصفوفات كمان هيك موجود. يعني المصفوفات لها ابعاد. في مالتي دايمنشنال يعني معناه اكبر من اكتر من بعد. في مصفوفة عشان تجيب المصفوفة انت بتضرب شنو؟ عدد الصفوف في عدد الأعمدة صح، ولا عدد الأعمدة في عدد الصفوف. تمام. فمرات بيكون عندك مصفوفة من بعد واحد
ضابط. مرات بيكون عندك مصفوفة من بعدين، مرات بيكون عندك مصفوفة من 3 أبعاد، مرات بيكون عندك مصفوفة من 4 أبعاد. طيب احنا نيجي نجرب أقل مصفوفة اللي هو من بعدين، ونيجي نشوفها اللي هو يكون ملتي، يعني ما بعد واحد. مثلا صفين في عمود واحد حيديني كم؟ 2 في 1 صح، ولا 1 في 2؟ أنا ما أكون متلخبط في الحتة دي. طيب عموما نيجي نعرف المصفوفة بتاعي اللي انا عايز اعمله. انا عايز اعمل مصفوفة بتاعت شنو؟ بتاعت حروف، اعداد زوجية واعداد فردية، بحيث انا دايره في العمود الاول يديني الاعداد الزوجية، وفي العمود الثاني يديني الاعداد الفردية. طوالي بيجي بقول له انت، كويس، اسم المصفوفة الداير اعمله اللي هو اسمها نمبرز، كويس. وبعد ده ممكن اجي احدد له الداير، انت داير كم صف، داير او داير كم عمود، 3 عمود، داير كم صف، برضو 3 صفوف، كويس. ما في مصفوفة ناقصة يا جماعة. بعد ده ممكن اقول له يساوي، ما تنسى السيمي كولون بتاعك، وتجي هنا تفتح القوس الأول وتيجي تفتح القوس الثاني كده. ببساطة يعني الأعداد الزوجية نقول له 2 4 6، كويس. الأعداد الفردية ممكن أجي أقول له 3 5 7. وده بكل بساطة يا جماعة إنه كيف أقدر أعمل مصفوفة من بعدين مالتي دايمنشن اللي أنت اتخلقت من الكلام المكتوب ده. هو ده بس، ده البساطة اللي قدامك الشايفه ده. هاي أجي أقدر أطبعه كيف؟ تجي تطبعه طباعة عادية يا عزيزي. هتيجي تقول له سي أوت، أوكي معلش يعني. إذا جيت قلت له سي أوت اللي هو numbers، داير تتبع أي حرف. أنت داير أتبع، والله يا أخي داير أتبع من العمود الأول، كويس. داير تتبع شنو؟ داير أتبع منه أول رقم، أول العمود الأول الصف الأول. انت لاين، كويس. العمود الأول الصف الأول، فيتوقع إنه يجيني 2 يعني. إذا جانا أقل من 2 فهيكون ده بروبلم كبير يا أخوانا. أيوه جات 2 صح. ده الصف العمود الأول الصف الأول، كويس. ده العمود الأول الصف الثاني، كويس. إذا ما مصدقني حاجة أقول له ما مشكلة، اديني العمود الأول الصف الثاني يعني، عندي مشكلة. ده أصلا بيجيب لي 6 6 6 6. طيب كويس. نقلب الكلام. العمود الثاني، كويس. الصف الثاني أو الصف الثالث هنا هيجيب لي 7 يعني كده. موضوع بس، هذا دي المصفوفة يا جماعة. طيب داير تعمل شنو؟ داير تجيبه وتضربه، أيوة ممكن تجري فيه عملية طوالي، داير تضربه في 2. هاي في مشكلة بينضرب لك يعني، هيديك اللي هو 7 في 2 ب14. داير تتفلسف وتقول أنا الاتنين دي أصلا كده كده هي قاعدة في المصفوفة اللي هو قاعدة كم؟ قاعدة في الصف الأول العمود الأول يعني، أو في العمود الأول الصف الأول. اضربوا فيه ما مشكلة، بتضرب لك ما عندها مشكلة هي كده. بس الموضوع بس انت تديه صحيح يعني، هيجي يضربوا في 2 ويديك 14 برضه، من دون ما يديك أي مشاكل كتير يا أخي. مالك معانا يا كومبايلر يا أخي؟ 14 برضه تمام. طيب نخلي حاجات بتاعت الشفاعة ده ونمشي لحاجة ادفانس شوية، اللي هو نقدر نطبع المصفوفة دي كلها كيف، واقدر اضرب العناصر بتاعهم مع بعض يعني. احنا الليلة لو جينا ضربنا المصفوفة دي مع بعض، مفترض يدينا اللي هو 2 في 3 و4 في 5 و6 في 7 صح. مفترض في النهاية يديني مصفوفة اللي هو من بسمى شنو، اللهم صل على سيدنا محمد. طالما انا عندي 3 صفوف، اذا هيجيني 3 صفوف، كويس. هيدينا مصفوفة واحدة من 3 صفوف عبارة عن حاصل عملية العملية الحسابية دي. أي عملية حسابية أنا هجريها في المصفوفة ده هيديني اللي هو مصفوفة من صف واحد أو مصفوفة من عمود واحد مع عدد الصفوف اللي كان عندي. هنا عندي 3 صفوف، تمام. هيتبع عندي ده. لما تشوفوا الكلام اللي قاعد هنا ده هنا ده عبارة عن عمود، كويس. ده يعتبر عمود وده يعتبر عمود، لأنه قال لك مالتي دايمنشن. مالتي دايمنشن يعني معناه عندي صف عمود، ظابط. فبعد كده ممكن اجي اتبعه. طيب عشان اتبع العنصر، انا شايف انه بجي اول حاجه بقول له انت اي تساوي 0 يعني. ده الليجاسي كود بتاعي زمان، حيث اي اقل من اللي هو عدد الاعمده بتاعي كان 3، كويس. وبعد ذاك بقول له اي بلس بلس عشان يعمل لي ابديت في كل مره وهو بيتبع. هنا اجي اقول له سي اوت، وزي اللي قبل شويه قلنا نقدر نسال له كيف هنا يتبع لي شنو. انا هنا دايره يتبع من وين؟ دايره يتبع في العمود الاول، وهتبقى عليه شنو؟ اي. داير تتبع عليه العمود الاول اي، كويس. انتلاين ما انتلاين، داير تتبع عليه العمود الثاني. تتبع عليه العمود الثاني. العمود الثاني معناه 1 صح، وهتبع عليه معه اي كده، كويس. الكود ده ببساطة يا جماعة بيعمل شنو؟ بيجي أول حاجة هنا اللفة ده بيحصل فيهم كلهم يعني. لكن اللي بيحصل شنو؟ اللي بيحصل إنه في الدورة الأولى هيجي يشوف وين؟ هيجي يشوف في الصف الأول هنا، أو يجي يشوف في العمود الأول.
يتبع لي منه اي. العمود الاول اول اندكس فيه كان عبارة عن اتنين، بمشي للعمود الثاني اول اندكس فيه كان ثلاثة، بيرجع تاني بيجي العمود الاول تاني اندكس فيه بتاعه كان اربعة، بيتبعه العمود الثاني تاني اندكس بتاعه كان خمسة، بيتبعه بيرجع العمود الاول ثالث اندكس او ثاني او ثالث اندكس، اندكس اتنين معناها كان كم، كان ستة، بيتبع ستة وبيجي هنا بيتبع السبعة بكل بساطة يعني من دون اي مشاكل، بيكون بيديك الاري انت شايفه قدامك. طيب انا ممكن اعمل سبيس عشان اقدر ابعد بيناتهم شوية، انتوا ما بتصدقوني يعني، فلازم اعمل اي حاجة من اول وجديد، فممكن اعمل سبيس شوية اقدر اعرف انه والله يا اخي دي المصفوفة بتاعي. طيب كويس. بعد كده انت ممكن عادي تعمل عملية حسابية من دون اي مشاكل يعني، تمام. ايوه عملية حسابية جوا المصفوفات يعني. ده لو قلت لي ما فهمت يبقى انت مشكلتك يعني مشكلتك اللي ترجع تقرا سنة تالتة من جديد. طيب انا داير اعمل شنو، والله لا اضرب المصفوفة دي في بعدها طوالي، بيجي بشوف، يجي بشيل ده صم زي ما هو كويس، وبيجي بكتبه هنا بس، وبديه علامة الضرب ده كويس. اضرب لي العدد الاول من المصفوفة الأولى في العدد الثاني من المصفوفة الثانية، مش الرياضيات دي مش كده ولا غيرها يا جماعة؟ كويس. أنا ما عديت علامة يساوي، فهيقوم يطبس لي الحاجات دي بجنبه كويس. هنا أنا بديه بطبع عليه علامة اليساوي عشان الحاجة تكون كونسايز شوية يعني. أنا ما عارفكم كمان انتوا بتحبوا النظام ما شاء الله. كويس. أيوة ستة، اتنين في تلاتة بستة، أربعة في خمسة بعشرين، ستة في سبعة اللي هو 42. ولا كان الموضوع ببساطة جدا يعني إنه تقدر تضرب مصفوفتين مع بعض يعني. طيب ممكن عادي أعمل فيه علامة هنا معلوم، ما فرقت ما فرقت خالص. كويس. علامة القسمة كلهم أصغر من ده فبيديني سبعة يعني. طيب ما مشكلة، داير باقي القسمة أسوي لك باقي القسمة. طيب باقي القسمة هيوريني أي عدد مقسوم ده هيفضل منه كم يعني، تمام. اتنين أربعة ستة ده باقي قسمة. داير تدرب علامة الضرب ما في مشكلة، نجرب لك علامة الضرب. ما دي العمليات اللي بتحصل في النصوص يعني ما فيها مشكلة. ودار نجيب ونضرب لكم في العدد اتنين يعني، عادي جدا تضربوا في العدد اتنين بعد ما تخلص عرفتها، ما عنده أي مشكلة يعني، ظابط معاك. طيب يا جماعة دي باختصار شديد يعني أنا كيف أقدر أعمل مصفوفة من بعدين يعني. في زول بيقول لي يا أخي أنا أقدر أعمل مصفوفة من ثلاثة أبعاد، ما في مشكلة، تجي تضيف هنا ثلاثة، تيجي تعمل تضيف تاني هنا اللي هو عمود. داير تطبع فيه شنو، داير أطبع العدد الأولي. العدد الأولي بيبدأ من كم، من واحد، اتنين عدد أولي أيوة عدد أولي، تلاتة عدد أولي أيوة عدد أولي كويس. دي الأعداد الأولية. ويا جماعة واحد ده عدد أولي ولا لا؟ هو الذي لا يقبل القسمة إلا على واحد ونفسه. لا لا يا سيدي انتوا سايقيني بالغلط هاي. واحد مع أولي خمسة. المهم النقاش ده يجري هناك يعني. شوف طيب داير تعمل فيه شنو، داير أتبعه هنا برضو مع الجماعة ديل ما جدا ما في مشكلة. آه هقول له ده هنا يتبع الصف الأول العمود الأول، هنا الصف الثاني العمود الثاني طوالي، بس بقول له اتبع عليه الصف الثالث العمود الثالث يعني. ما هنا ما عندنا مشاكل سوا. ممكن تعمل لي الحاجة دي يعني من دون أي افتكاسات يعني، تمام. فهنا ممكن أقول له الصف اللي هو الثالث العمود الثالث. حاجة أشوف الكلام طيب عشان ما أشوش لك، ممكن أشيل منك العلامات دي يعني مؤقتا لغاية ما الله يهديك ونجي راجعين يعني كويس. أوكي. طيب الصف الأول العمود الأول، الصف الثاني العمود الثاني، الصف الثاني منبق ودي. طيب شباب في غلط قبل شوية أنا عملته، دي بتديني 3D array كويس. دي بتديني مصفوفة من ثلاثة أو 3D يعني. أنت عارفين 3D يعني شنو 3D array؟ تمام. ده أصلا اللي احنا عاملينه ده بسموه 2D array كويس، يعني مصفوفة اللي هو من بعدين صف وعمود. 3D array ده موضوع براو تمام. ف هنا عشان انا اقدر اتبع الثلاثة عناصر ديل او اقدر اتبع الثلاثة عامد او اتبع الثلاثة صفوف، فهو بيجي بطبعه بالشكل اللي قبل شوية ده. لكن بس كان الغلط هنا انه انا ضفت تاني اللي هو آه، ضفت بعد تاني يعني، فبقت من ثلاثة أبعاد. انتوا عارفين البعدين اللي هو الصف والعمود ده الاندلاع هنا يعني. بعد ذاك في مصفوفة تاني بيكون من ثلاثة أبعاد يعني. وهنا برضه ممكن تجري أي عملية حسابية إنه بس في الصف الأخير مثلا تضربه في اتنين، اللي هو يقوم يضرب لك كل الأعداد دي في اتنين، واللي هو من أولية لما تضربه في اتنين بيقلب عليك كلها تكون اللي هو الزوجي كويس. فعموما دي اللي هو المالتي دايمنشنال اري، انه كيف انا اقدر اعمل مالتي دايمنشنال اري. طيب
هل أنا ممكن أنشئ أري فاضي أو أقدر أعبيه؟ أيوة، ما عندك أي مشكلة. ممكن تنشئ اللي هو two dimensional array وتعبيها. طيب أنا عايز أعبي العناصر دي أو أملى المصفوفة دي، حاجة أقول له نمبر. داير في الكم؟ أنت داير الصف الأول، كويس. العمود الأول داير تعمل كم؟ داير على اللي هو العدد اتنين، كويس. ونكرر الحاجة دي لغاية ما نعمل مثلا صفين وعمودين جميلات كده. تمام، كويس. الصف الأول العمود الأول كان بيساوي اتنين، صح؟ العمود الأول الصف الأول كان بيساوي اتنين. طيب العمود الأول الصف التاني اللي هو كان قلنا أربعة، كويس. العمود الثالث، كويس. العمود العمود الأول الصف الثالث كان قلنا كم؟ بيساوي ستة، صح؟ يلا طيب طوالي هنا العمود الثاني الصف الأول كان بيساوي تلاتة. العمود اللي هو الثاني الصف الثاني كان بيساوي لي هنا اللي هو خمسة، صح. العمود الثاني الصف الثالث كان بتساوي لي كم؟ بتساوي لي اللي هو سبعة. ولو جينا بتاعنا عفوا انت اي تساوي زيرو، كويس. اللي هو اي اقل من ثلاثة، اي بلس بلس. تمام، فهنا اجي اقول له سي اوت، سي اوت. اوكي طيب وين هو numbers؟ بس الصف الاول اطبع عليه منه اي تاني المساحة الفاضية دي. اوكي numbers العمود الثاني اطبع عليه منه اي int line. تمام، وبمزاج كده طبع عليها نفس الأرقام اللي قبل كنا بنعملهم يعني. تمام، فبالتالي آه، زي ما بنقول يا جماعة، ده باختصار شديد كيف نقدر يعني نعرف array فاضية ونعبيه عناصر يعني. تمام، كيف نعرفه في variable فاضي، في النهاية نجي نعمل له assign اللي هو لعناصر معينة نسجله تكون قاعدة فيها، يعني زي المدرسة اللي انت بتكون فاضية وبعد شوية تكون تسجل فيه طلاب من جديد يعني، عرفتوا. فباختصار شديد دي كان المالتي دايمنشنال اري، انه يكون عنده اكتر من بعد واحد. لما نقول بعد واحد معناه شنو؟ اللي هو صف وعمود. لما نقول بعدين انا صفين وعمودين. يعني في زول بيسألني اللي هو عن ال 3 dimensional array. انت لما تعمل له 3 dimensional array كده، فانت هيكون عندك تلاتة هنا، يعني يكون عندك بعد واحد، كويس. انت قاصد كده يعني بعدين البعد التاني كده انت قاصد كده وكده يعني، كويس. ده اللي هو بيديك 3 dimensional array. كل واحد انت بتعرف فيه arrays حقته برا يعني. ده هيكون عبارة عن array قائم بذاته، وهنا برضو array قائم بذاته، وهنا برضو array قائم بذاته. يعني هنا ممكن تديه عدد من العناصر اللي انت عايزه، وهنا برضو عدد من العناصر اللي انت عايزه يعني. تمام، فبالتالي احنا افضل يوز كيس هنا بالنسبة لنا عشان ما صعب المواضيع شديد. إذا الناس فهمت التو دايمنشنال اري ده فبيكون حاجة كويسة شديد يعني. على انه ممكن يوم من الايام نيجي ناخد 3 دايمنشنال اري. ومن هنا ان شاء الله بنوقف في دروس الاريز او المصفوفات، وان شاء الله الدرس الجاي هناخد فيها اللي هو الاستراكت، وبعديها ممكن ناخد كيو او نمشي نشوف الفانكشنز طوال يعني. تمام، عشان نعمل كده حاجات ذاتها. ومن هنا لغاية ما القاكم، اتمنى لكم المشاهدة ممتعة. وما تنسى يعني إذا وصلت لحد هنا ممكن تشارك الفيديو ده مع أخوانك، ده ممكن يحمسنا إن إحنا نواصل في نفس الوقت برضه يعم الفائدة، ونخلي المحتوى الإيجابي في بلدنا ينتشر يعني. وأكون شاكر ومقدر لك يعني. يديكم العافية، دمتم سالمين.